السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنشرح عرض مدرس جديد ندرس تعليم الرسم. النهارده هنعمل ديكور بمادة الجليز. طبعا الديكور ده بيعتمد على مادة الجليز بشكل أساسي مع مسدس الرش. هنستخدم الهواء. الأرضية طبعا اللي هنشتغل عليها تكون أرضية لامع أو نص لامع. ممكن نشتغل على أرضية ميتاليك، ده المفروض بيطلع معانا الشكل النهائي حلو خالص أو جميل. طبعا في البداية هندهن على الأرضية اللي احنا عملناها بمادة الجليز. طبعا في ملحوظه يا جماعه، ماده الجليد لازم تكون مخفوفه، لازم تخفها بنقط خام عشان ما تشدش منك اثناء العمل، يعني تعرف تشتغل عليه كويس. ندهن طبعا مساحه صغيره الاول زي ما انتم شايفين، استخدام رولة صغيره. بعد ما نسحب عنها هناخد مسدس. طبعا احنا هنستخدم الهواء بس، مش هنستخدم اي دهان او اي حاجه، الهواء بس. طبعا نسيب المسدس، هناخد شويه دهان وهنكمل نفس الطريقه اللي بدأنا بيها. نفس الطريقه، مش هنركز في الدهان لان طبعا لما تستخدم الهواء هيبقى ملامح الدهان خالص. هنبدأ طبعا هنكمل باقي الجنب بتاعنا، ولو كانت كورنيش هنكمل باقي الكورنيش بتاعتنا وبنفس الطريقه. هيطلع معنا شكل جميل جدا. ماده مش مكلفه خالص وبتعمل معاك اشكال جميله. وكده يكون شرح لحضراتكم ازاي نعمل ديكور جميل وغير مكلف ماده الجليز. نشوف حضراتكم في دروس قادمه ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.